تتبيلتي المميزة جدا للفراخ المحشية والمشوية في الفرن واللي هتخلي الفراخ مستوية ودايبة والرز مفلفل وأحلى من اللي بنجيبه من كل المحل. الفرخة اللي استخدمتها كانت فرخة شوي وزنها من كيلو وربع لكيلو ونص، وبعد ما غسلتها كويس جدا ابتديت ان انا اعمل لها محلول النقع، واللي بضيف فيه لكل لتر من المية معلقتين من الملح ونص معلقة من السكر، وضفت معاها شرايح ليمون وفلفل اسود، وتقدروا تسيبوا الفرخة فيها من ساعة لليلة كاملة. بعد كده ابتديت ان انا اعمل التتبيلة اللي اتبل فيها الفراخ من جوه ومن بره، وهي ابسط تتبيلة هتعملوها للفراخ، واللي كانت عبارة عن بصلة متوسطة وملح وفلفل اسود ورشة من القرفة وسبع بهارات. اذا مش متوفر سبع بهارات تقدروا تستخدموا نص باكت من المرقه الفوريه، وبنضيف معاهم معلقه من الزيت وبنقلبهم كويس جدا لغايه ما النكهه بتاعت كل المكونات دي ونكهه البصل تظهر. في الوقت ده بنطلع الفرخه بتاعتنا من محلول النقع وبننشفها وبنصفيها كويس جدا من اي ميه فيها. وهنا ببتدي ان انا استخدم التتبيله دي ان انا اعمل للفرخه زي مساج، او ان انا اقلبها كده في التتبيله دي كويس جدا من جوه ومن بره ومن تحت الجلد وفي كل جنب في الفرخه. دي اساس التتبيله واساس الطعم في الفرخه كلها. هي تتبيله بسيطه لكن بتنقل طعم الفرخه في حته تانية خالص، بتكون احلى من اللي بتشتروها من كل المحلات. وبعد ما بتاكد ان انا تتبلت كل اجزاء الفرخه من جوه ومن بره ومن تحت الجلد كويس جدا بالتتبيله اللي انا عملتها، ببتدي ان انا اخلي الفرخه على جنب شويه لغايه ما ببتدي ان انا احضر الحشوه اللي انا هحشي بيها الفراخ. والنهارده هحشي الفرخه بحشوه الرز المبهر، ودي حشوه في منتهى اللذاذه وطعمها خطير، والرز هيطلع معاكم مفلفل. وهقول لكم على كل الاخطاء اللي بنعملها وبيطلع بسببها الرز المحشي جوه الفراخ بيكون ني وبيكونش طعمه حلو ومبيكونش مستوي. في طاسه على النار ببتدي ان انا اضيف معلقتين من الزيت، وبضيف معاهم معلقه كبيره من السمنه البلدي لو متوفره، لو مش متوفره تقدروا تستخدموا اي نوع من السمنه. ومعاهم ضفت حبيتين من المستكه، وضفت معاهم بصله متوسطه، وطبعا المطيبات اللي استخدمتها كانت ورق لورا وحبهان ومستكه وفلفل اسود. ابتديت ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعد ما البصل ابتدى ياخد اللون الذهبي ضفت عليهم رشه من القرفه، وضفت الكبد بتاعه الفراخ بس المقطع ده ما كانش اتصور. وكميه الرز اللي بحشي بيها جوه الفرخه كانت نص كوبايه من الرز، لكن انا كنت مزوده الرز شويه بحيث ان انا اخلي عندي فرشه تحت الفرخه ابتدي ان انا اضيفها عليها. وطبعا ضفت معاهم الملح والفلفل وبهرت كويس جدا. والمكون اللي انا استخدمته هنا وبصراحه كان اول مره استخدمه وفرق جدا في الطعم، ان انا ضفت يعني كمشه او معلقه كبيره كده من الزبيب. كان طعمه خطير يا جماعه، جربوه وحقيقي يعني مش هيدي طعم وحش ولا حاجه. يعني انا كنت بجربه على اساس هيطلع طعمه وهجربه هيطلع حلو ولا وحش، بس طلع طعمه خطير، نفس طعم الرز المبهر او الرز اللي بالخلطه اللي احنا بناكله من بره. وكل ده على نار عاليه. وطبعا بعد ما ابتديت ان انا اشوح الرز والماء المكونات كويس جدا ضفت عليها كميه الميه المناسبه ليها. وطبعا كنت دقت فلقيتها محتاجه شويه ملح، فضفت عليها ملح وفلفل، وكل ده كان على نار عاليه لغايه ما الرز بيبتدي ان هو يغلي. بعد كده بخليه على نار متوسطه لهاديه. بالنسبه للرز اللي هحشي بيه جوه الفرخه فانا هسويه بس 3/4 تسويه، ونفس الرز العادي بنبتدي اننا نعلي عليه النار لغايه ما بيغلي. بعد كده بنهدي عليه الحراره لغايه ما بيوصل ان هو بيكون 3/4 تسويه. هبتدي اخد كميه الرز اللي انا هحشي بيها جوه الفراخ، وبعد كده هسيب بقيه كميه الرز التانية تكمل تسويه عادي جدا. ومن اهم الاخطاء اللي بتخلي الرز معانا لما بنيجي نحشي جوه الفراخ ان هو يطلع معجن او ما يطلعش مستوي ومفلفل، هي اننا اول حاجه الرز مش بنكون مسوينه 3/4 تسويه. تاني حاجه بنحشي كميه كبيره جوه الفرخه، زي ما قلت لكم ان انا ضفت تقريبا بس تلت كوبايه رز او نص كوبايه رز جوه الفرخه، وده كان معيار الرز وهو ني. وطبعا بناخد كميه الرز اللي هنحشي بيها الفراخ في طبق خارجي، مش بناخد المعلقه ونحطها تاني في الرز اللي هنبتدي ناكله. وبعد كده بنبتدي اننا نكتف الفرخه ونقفلها كويس جدا، وبنجيب البايركس او الصينيه اللي هندخل فيها الفرخه جوه الفرن. في الوقت ده انا مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره من تحت بس ومشغلاها، وهخلي الفرخه فيها لمده تقريبا ساعه الا ربع في اعلى درجه حراره. للون الخارجي او التغطيه الخارجيه للصلصه ضفت معلقه من الصلصه، وضفت معاها كمان ربع معلقه صغيره من الملح والفلفل والسبع بهارات، او زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا المرقه الباودر. وضفت معاها ربع معلقه صغيره من الزيت. ابتديت ان انا اقلبها كويس جدا، وهبتدي بعد كده ان انا ادهن بيها الفرخه كلها من فوق. صدقوني يا جماعه بتدي طعم خطير، وكل ما بنوصل التتبيله دي لكل جزء في الفرخه كل ما بتديها لون حلو جدا وبتديها كمان طعم. يعني مهم قوي ان احنا نضيفها جوه الفرخه وبره، وفي كل جزء كده يكون مختفي جوه الفرخه شويه بنبتدي اننا ندهنها بيه كويس قوي. وانا هنا مش عايزه الفرخه تاخد لون اول ما تدخل الفرن، انا عايزاها انها تستوي الاول كويس جدا. بعد كده تبتدي ان هي تاخد اللون وبدون ما اشغل الشوايه. ابتديت ان انا اجيب ورقه زبده كنت بلاها كويس جدا بالميه، ابتديت ان انا اغطي بيها الفرخه علشان بس الفرخه ما تكونش ملاصقه لورق الزبده. وبعد كده جبت ورق الزبده ابتديت ان انا اغطيها كويس جدا، وزي ما قلت لكم بدخلها على فرن على اعلى درجه حراره او على درجه 120 220، وفضلت فيها تقريبا لمده ساعه الا ربع على نار عاليه جدا.
بعد كده ببتدي ان انا اكشف الفرخه، وابتدي بعد كده ان انا اضيف عليها تاني من التتبيله اللي كانت معاها، وهرجع اغطيها تاني وادخلها فرن على درجه حراره متوسطه، وهتفضل فيه تقريبا لمده ساعه وربع. في الوقت ده بعد ما بتاكد ان الفراخ استوت كويس جدا، ببتدي ان انا ارفع من عليها ورق الفويل وورق الزبده. واذا الفرن عندكم بتحمر كويس بدون ما تحتاجوا انكم تشغلوا الشوايه، خلوها كده بيكون افضل. واذا بتحتاج ان انتوا تشغلوا الشوايه فتقدروا تشغلوها عليها، بس خلوا بالكم منها لان ممكن تاخد لون وتتحرق بسرعه جدا. طبعا يا جماعه اساس التسويه المظبوطه هو اننا هدينا درجه الحراره وسوينا الفرخه على درجه حراره متوسطه لهاديه. ده بيخلي الفرخه تستوي كويس جدا من جوه ومن بره، وبتطلع طعمها خطير. وطبعا كميه الرز اللي ضفناها زي ما قلت لكم مهمه جدا انها تكون مش كبيره، بحيث ان الرز يستوي ويكبر جوه الفرخه، لان طبعا انتوا عارفين ان الرز لما بيستوي حجمه بيزيد، وهيطلع معاكم مفلفل ونسري وطعمه خطير. اتمنى انكم تجربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتس، وقولوا لي حابين نعمل ايه الفتره الجايه مع بعض. وشوفوا قد ايه الفرخه دايبه وبتطلع